هذا اعتذار. والله قاعد اطالع التليفون وقاعد ادنق احتراما لك يا شيخ مازن. الشيخ مازن الجراح ابو حلا، يكفيني برا فيك بوالدتك. يا شيخ مازن ابشر بالخير، انت من الخير، وانا اقسم بمن احل القسم ما اخطيت عليك الا انا مقهور. جاني واحد وقال الشيخ مازن يقول فيك كذي وكذي. قلت شنو يقول فيني؟ قال يقول فيك كذي وكذي، يقول انك مزدوج. قلت طيب كس امك انت الشيخ مازن، خلي يطلع تابعيته اذا انا مزدوج. انا ما يجي ايران ولا جاي من العراق، جاي من الكويت، خلي يطلع جنسيتي. لكن للاسف الشديد ما لقوا علي ممسك فقعدوا يدوسوني بالجزمه. لكن الشيخ مازن انت صاحب معروف فيني، ورع الاول ما يلحق. ولو الله ثم لولا نواف ابن علي ابن مطر الشلاحي ما وصلت المواصيل هذه تجاهك. فلتني الله ثم نواف صاحب المعروف الاول. يا شيخ مازن انا طلعت باجازه رسميه، انا عندي رصيد 5 شهور، وقلت انا بروح لندن بعالج اخوي، ابي اجازه، وقعت اجازتي. قلت يا ابوي رفع روح لين ترجع انت واخوك ان شاء الله. يا شيخ مازن انا اعتذر منك، والمعذره عند المقدره، ليست بقوه او جبريه. انا اعتذر منك يا ابو حلا اعتذار شديد، اقسم بالله اني محرج منك، وتكفى يا شيخ مازن. انا بوجهك، انا بوجهك شيخ مازن، اقبل عذري بس. يا شيخ مازن يلي علومك كله بها طرايف، ادوس على راس عدوك لو كان من رؤوس الافاعي. والقصيده معلقه لعيونك يا شيخ مازن فقط، مو عشان نواف ولا عشان الثاني والثالث، لا عشانك، اقسم بالله عشانك. مع العلم قسما بمن احل القسم دفنة ابوي ما كلمني نواف فيك، لكن انا اعتذر لك لانك شريف، قلبك طيب، نظيف، تحب المواطنين، ودك تخدم الكويت بدم. انت قلت انا اروح فدا للكويت، ما يهمني مواطن، يهمني الكويت، بعدين الوطن، بعدين الامير، وبعدين المواطن. الكلمه هذه ما انساها في مزرعه صلاح الشلاحي، قلتها انت ما انساها، لكن شكرا لك وانا اسف.